السلام عليكم ورحمة الله. النهارده هاعمل لكم وصفة كده مختلفة جديدة شوية، يعني كأنها حاجة كده عاملة زي البرجر، بس هنحطها في ايه؟ تبقى في بطاطس كده بدل العيش. بس وصفة حلوة قوي ويجي طعمها جميل جدا. اول حاجة عندي بطاطس، عندي بصلة وعندي بيض، عندي دقيق وملح وفلفل اسود. البصل البطاطس هناخدها نبشرها، وكمان هنبشر معاها البصلة. هنحط الملح والفلفل، هنقلبهم كويس قوي، وعارفين احنا البطاطس بتنزل كميه ميه. انا هاخد البطاطس دي هعصرها كويس قوي قوي من الميه بتاعتها، وبعد كده هحط بقيه المقادير بتاعتي واستخدمها على طول، ما اسيبهاش عشان لو سبتها كمان هتنزل ميه. هبدأ احط بقية المكونات بتاعتي اللي هي بيض ودقيق. انا هخلط الاول البيض شويه كده، وبعد كده هنزل بالدقيق شويه شويه لغايه ما يدينا القوام زي ما هوريكم. هي مش هتبقى تقيله قوي، يعني هي مش هتبقى عجينه. بس انا المقادير كلها هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. هي اخدت مقدار الدقيق بتاعي كله. هقلبهم كده لغايه ما الاقي الواحده كده يعني تماسكت كده معايا شويه، مش عجينه يعني. الحشوة بتاعتي عبارة عن لحمة مفرومة وبصل وتوم وشوية توابل، هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنقلبهم كويس قوي، ودي حاجة شبيهة كده بالبرجر بس عليها بصل. بعد كده هروح على النار بقى، هحط في الطاسة شوية زيت كده حلوين، مش كتير قوي. مش هحط زبدة عشان ما تحرقليش الخليط بتاعي. باخد كده قطعة واحاول افردها شوية عشان تبقاش سميكة. وبعد كده هاخد قطعة اللحمة هفردها برضو واحطها على البطاطس، وهاخد جزء برضو من البطاطس واحطها فوق. هغطي عليها 5 دقايق عشان الطبق اللي فوق تتماسك شوية، عشان ما اجي اقلبها ما تتقلبش متبهدلش معايا. اهم حاجة لما تيجي تقلبيها قلبيها مرة واحدة على طول يا جماعة. شايفين اتقلبت مش ما تبهدلش ولا حاجة. بعد كده هي ده كده نص سوا، عشان اتاكد من سواها هدخلها الفرن. بس احط كده قطعة زبدة، ده اختياري لو عايزة طعمها يبقى يعني طعم احلى. بعد كده ممكن ده احط شريحة جبنة. دي جبنة شيدر مدخنة. ده اختياري، عايزة مش عايزة خلاص. بس كده الوصفة خلصت، وصفة سريعة جدا جدا جدا. ما اقولكوش قد ايه طعمة وقد ايه حلوة قوي يا جماعة، جربوها. طبعا برضو احنا في الصيف مش عايزين نقف كتير، بس الوصفة دي ما اخدتش مني وقت خالص. بس كده لو الوصفة عجبتك ما تنسيش تشجعني باللايك وسبسكرايب وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك اي جديد انا بنزله. ولكم بالهنا والشفا والسلام عليكم.